السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد حجازي من حجازي فت، وحلقة جديدة وسؤال جديد. وهو سؤال بيتكرر كتير جدا، وهو انا بدأت جيم، اتمرن بقى الصبح ولا اتمرن بالليل؟ الحقيقة هو مفيش وقت مثالي للجميع، يعني الوقت اللي انت تتمرن فيه مش هيبقى مناسب ليا، والوقت اللي انا اتمرن فيه ممكن ما يكونش مناسب ليك. فهو مفيش وقت مناسب للجميع، ولكن الموضوع بيتعلق بكذا نقطة كده هنتكلم فيهم مع بعض عشان تحدد انت تتمرن الصبح ولا تتمرن بالليل. طب ايه هي الحاجات اللي انا محتاج اركز عليها بخصوص الموضوع ده عشان اخد قرار سواء لو كنت هتمرن الصبح ولا بالليل؟ بص يا بطل، لازم تعرف ان كل حاجة ليها مميزات وعيوب. يعني تمرين الصبح ليه مميزات وعيوب، وتمرين بالليل ليه مميزات وعيوب. فانت على حسب روتينك اليومي وعلى حسب طاقتك في اليوم تقدر تحدد انت هتتمرن الصبح ولا بالليل. فالتمرين الصبح من مميزاته ان هو هينشط جسمك وهيديك طاقة لباقي اليوم. تاني حاجة هيحفز حرق الدهون عندك، لان انت بتبقى بادئ بجسمك في وضع صيام. ده طبعا لو قبل الفطار، انت بدأت تمرينك من غير فطار. وده طبعا لان انت بتبقى قايم من وضع نوم، وضع راحة ما كانش فيه اي نشاط خالص انت بتعمله. العيوب بتاعته بتبقى العضلات اقل دفئا، لان انت قايم من وضع نوم ووضع راحة تامة، مفيش أي حركة خالص، حركتك كانت سلبية، مفيش أي نشاط بتعمله، فطبعا احتمالية الإصابة أعلى. تاني حاجة، انت ممكن في البداية ان انت بتحس بالتعب شوية والإرهاق وانك مش قادر تتمرن بشكل كويس. مميزات التمرين بالليل، جسمك دافي والعضلات فيها مرونة عالية، وده طبعا بيحفز الجسم ان هو يرفع أوزان أعلى، وشدة تمرينك بتبقى كويسة جدا. تاني حاجة، هو مناسب جدا للناس اللي مش عارفين يتمرنوا الصبح. وعيوب التمرين بالليل، هو ممكن يأثر على جودة نومك لو انت اتمرنت قبل ساعة مثلا من نومك. تاني حاجة، بعض الناس في آخر اليوم بعد الشغل واليوم الطويل ده كله ما يبقاش عندهم مجهود، وبالتالي شدة تمرينهم ما بتبقاش كويسة. طب ازاي اختار الوقت المناسب ليا؟ أول حاجة هي التجربة. جرب أسبوعين تتمرن الصبح، وجرب أسبوعين تتمرن بالليل، وشوف طبعا جودة نومك وجودة تمرينك، واختار النظام اللي انت شفت نفسك فيه بتتمرن بأداء كويس، ونومك طبعا ما تأثرش، عشان توصل لهدفك وتعمل عملية توازن. شوية نصايح خد بالك منها وانت بتتمرن سواء الصبح ولا بالليل. لو هتتمرن الصبح ومش قادر تتمرن على الصيام، يعني من غير فطار، خد فطار خفيف مع قهوة مثلا، واشرب مية كويس جدا. تاني حاجة، لو هتتمرن بالليل حاول تسيب ساعة أو اتنين قبل نومك عشان ده ما يأثرش على نومك. تالت حاجة، اعمل إحماء كويس قوي عشان العضلات ما يحصلهاش إصابة، والتزم بأي وقت انت هتختاره سواء الصبح ولا بالليل، لأن الالتزام هو أساس النجاح. في نهاية الحلقة ما تنساش إن أفضل وقت هو الوقت اللي أنت هتقدر تلتزم فيه عشان توصل لهدفك. يعني مفيش وقت مثالي للجميع، أنت على حسب يومك وعلى حسب طاقتك تقدر تحدد إيه هو أفضل وقت ليك. وأشوفكم في حلقة جديدة.